معاك 5000 جنيه ونايم بيهم وفاكر انهم ما يفتحوش مشروع؟ انا النهارده هديلك 4 مشاريع تبداهم من اوضتك بموبايلك بس، واحسن واحد فيهم رقم 4. المشكله مش ان ال 5000 قليلين، المشكله انك مستني المشروع يجي لغايه عندك. اول مشروع معانا صفحه ميمز. هتفتح صفحه على تيك توك وانستجرام تسميها اسمي ضحك، وكل يوم تنزل 3 صور وتكتب عليها افيه مصري. الموضوع تقريبا ببلاش، وبعد شهرين 3 او حتى 4 شهور الصفحه هتكبر معاك وممكن توصل ل 30,000 متابع. ممكن المحلات تبدأ تكلمك علشان تعمل إعلانات. لو الإعلان عملته ب 200 جنيه وعملت 5 إعلانات في الشهر، أنت كده معاك 1000 جنيه من موبايلك وأنت قاعد على سريرك. تاني مشروع تغليف هدايا. هتنزل تجيب 3 رول تغليف شيك ب 250 جنيه وشرايط وكروت ب 150 جنيه، يعني حسبة 400 جنيه تقريبا. تصور فيديوهات قصيرة وأنت بتغلف وتنزلها على السوشيال ميديا. أي حد عايز يهدي صاحبه أو واحدة تهدي صاحبتها هتكلمك. لو التغليفة كلفتك 10 جنيه وبعتها ب 35، يبقى عندك 25 جنيه في الوحدة. طيب غلفت 4 بس في اليوم، يبقى معاك 100 جنيه في اليوم، يعني حوالي 3000 جنيه في الشهر. تالت مشروع وسيط شحن لمنطقتك بس. اي محل ملابس جنبك ما عندوش توصيل، قول له انا هوصل لك الطلبات داخل منطقتنا ب 20 جنيه. مش محتاج عربية ولا موتوسيكل، لانك هتشتغل في المنطقة بتاعتك بس. لو جالك 3 اوردرات بس في اليوم، كده 60 جنيه في اليوم، يعني حوالي 1800 جنيه في الشهر، وانت كده نازل وبتتمشى في منطقتك. رابع مشروع وده احسنهم في رأيي، تمسك صفحة محل. هتروح لأي محل موبايلات أو ملابس في شارعكم وتقول له أنا هرد على رسائل الواتساب والكومنتات وهنزل لك بوستين في اليوم، وكل ده مقابل 1200 جنيه في الشهر. لو مسكت محلين بس، أنت كده بتعمل 2400 جنيه في الشهر بموبايلك وأنت قاعد. والمحلات كلها حاليا متجهة للسوشيال ميديا وعايزة حد يتابع لها الرسائل والمحتوى. كده معاك 4 مشاريع وكلها ممكن تبدأها بأقل من 5000 جنيه، وممكن تبدأ بجزء بسيط من المبلغ بدل ما تحرقه كله من أول يوم. وما تستناش ان اول شهر يطلع لك مرتب كامل، انت بتبني حاجة من الصفر، والهدف ان كل شهر تزود خطوة عن اللي قبله. قول لي، لو معاك 5000 جنيه دلوقتي هتبدأ بأي مشروع فيهم؟ الاول ولا التاني ولا التالت ولا الرابع؟ قول لي في الكومنتات.